السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه احلى اخوات في الدنيا؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة هعمل معاكم كده حاجة. ليه بالغالي نشتريها؟ ما انت ممكن تقومي تعمليها. جربي، مش تخسري حاجة. جربي حتى في كوباية دقيق، حتى لو هتعملي وحدتين تلاتة، بس والله هتطلع منك ناجحة حتى لو انت ما بتعرفيش تعملي. انا علياء، لو اول مرة تتابعيني في قناتي لايك وشير عشان يوصلك كل جديد وتفعيل زر الجرس. دوسي على كلمة الكل. آه بصي يا ست البنات، انا النهارده هعمل معاكم رقاق. الرقاق دلوقتي وصل من مكان لمكان، من 35 ل40 ل50، حسب المكان اللي انت فيه. طب وليه تجيبيه كده؟ طب ما انت ممكن تقومي تعمليه. انا قلت اما اجرب. كانت امي بتعملهن، فعملته على طريقتها بصراحه. قمت وجبت كوبايتين ميه، وحطيت عليهم كوبايه واحده ميه، وعليها نص معلقه ملح صغيره، ومسكت عجنت العجينه لحد ما لمت معايا. انتوا طبعا الميه حسب ما نوع الدقيق بتاعك. انا الدقيق بتاعي شفتوا، هي دي كوبايه الميه اللي انا مليتها، وكان منها 2 دقيق. الكوبايه دي هي اللي لمت معايا العجينه بالشكل ده. افضلي بقى عجيني فيها لحد ما تتلم معاكي خالص. انا هنا مش عارفه اعجن بايدي الاتنين، لان ايد ماسكه الموبايل وايد ماسكه العجينه. وبصي وانا بعجن كده ببل صوابعي كده عشان الم معايا العجينه. شايفينها؟ طبعا لما بسيب ايدي من الموبايل بعرف اعجنها حلوه قوي. زي ما انا قلتلك، حسب نوع الدقيق، في دقيق بيشرب ميه وفي دقيق ما بيشربش. انت عليكي حسب ما العجينه تبقى ناعمه معاكي وحلوه كده. اديني وريتك شكل العجينه هيبقى عامل معاكي ازاي. والله العظيم ما كان في اسهل منه ولا ابسط منه. اهو برمتها بقى كده بالشكل ده كده، وفردت حطيت الرخامه بتاعتي اللي هشتغل عليها. دي يا جماعه واحدة بورسلين كده عندي، بحب اشتغل عليها في المعجنات، بتبقى حلوة. مسكت بقى قطعت كده. انا ما عنديش ميزان، مش هكدب عليكم، بس ايدي كانت هي ميزاني. انا بقى وانا بكورها كده هتحكم في الحتة اللي انا عايزاها. والرقاق انا كنت عايزاه، كلنا طبعا اكتر حاجة بنشتغل فيها الصينية ل25 ل28. بصوا العجينة ناجحة مني ازاي. هنا بقى قلت ما بديهاش، ندهت جوزي قلت له لا تعالى صورني انت، عشان انا اعرف اتعامل. انا كده عامله زي اللي عندي شلل ده ولا ايه؟ وبعدين هنا مسكت كورت العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكورت كده العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا العجينه كورتها ازاي، وكلها تبقى مقاسات واحده، ايديكي ميزانك. انا ماشيه معاكم يا جماعه، ومعلش سامحوني ان الفيديو طويل، بس انا والله ماشيه معاكم، عايزاها تبقى خطوه خطوه، يعني تبقى كل حاجه فيها خطوه بخطوه. عشان اللي تقولي مثلا لا انا كده ماشيه معاكي واحده واحده. بصوا بقى عملت معايا هنا كام واحده، 9 وحدات، وكان لسه معايا حتتين كمان، يعني عمل معايا بالظبط 12 واحده. تخليهاش كبيره كده عشان تبقى حجم الرقاق حلو. ودي النشابه بتاعتي الصغنطوطه على قدي. وهنا ده الدقيق اللي هرشه على الرقاقه بتاعتي وانا بفردها. في ناس بتقول عليه رقاق وفي ناس بتقول عليه رقاق، انا بقول عليه رقاق. ما كل واحد بقى حر يا جماعه. آه لايك وشير بقى لو وصلتي معايا لحد كده، عشان قناة تكبر بيكم احلى اخوات في الدنيا. صلوا بقى كده على الرسول الكريم. بصي افردي كده واحدة واحدة وبالراحة.
انا بعمل ايه هنا؟ بريح كده العجينه دي، اسمها تريح عجينه. ببططها كده حاجه بسيطه واركن على جنب. هاخد كام واحده كده ابططهم وايه وافردهم، وبعد ما افردهم هرجع تاني اخد كام واحده ابططها واسيبها تستريح. زي ما قلت لك. هنا بقى فردت، طبعا بفرد بايدي الاتنين، بس هنا ايه يعني عشان عايزه اوريكم. بعد كده بقى هنادي جوزي يجي ايه برضو يكمل تصوير عشان اعرف افرد. الرنج لايت عمر كسرهولي، قطع بيا والله. بصوا بقى هنا جوزي جه صورني وانا بقى ايه هنا ايه انشبيها كده. لو المنشبه بتاعتك اطول من دي او عندك فراده الدنيا هتبقى معاكي اسهل، بس هو في الرقاق بالذات مش عايز فراده، لا عايز النشابه الطويله. احنا في بيت ماما وبابا عندي النشابه عندي امكانيات الرقاق كلها، وعندنا فرنتين، يعني عندنا الامكانيات بتاعته. بس هنا يعني الجيش قال اتصرف، فانا اتصرفت. يعني مش هتقف قدامي الحاجه. دايما ما تصعبيش حاجه عليكي، سهليها ربنا يسهلها لك. يعني انا قمت عملته والله العظيم 3. طلعت لماما بيه، مامة جوزي، والله ما كانت مصدقه، قالت لي بجد انت اللي عاملاه؟ قلت لها والله انا اللي عاملاه. هو مش صعب ولا اي حاجه ولا بياخد وقت. انا بس عشان عايزه اصور ده واصور ده، لكن كمان انت مش هتصوري حاجه ولا حاجه، تلاقي ايديكي سلسه كده وبتجري بيه، وتحفه وطازه، ولا بقى مجلد ولا في اي حاجه. وتنشبي كده. حطي دي بقى اللي انا حطيتها هناك دي، حطيت عليها دي وهفضل ارص عليها عشان لما اجي اسوي ما ايه يعني يبقى معايا الكميه اللي اقدر ايه اسويها ورا بعضها. معلش لو كان الفيديو طويل عليكي، بس انا جايبالك كل التكات وكل الحركات عشان خاطر تبقي محترفة فيه وتعملي مشروع من بيتك وتبقي بياعة رقاق. وحشيكوا خفة الدم صح؟ يلا بقى يا ست البنات كده، بطلي كسل وقومي كده ايه زي ما اختك عملت وقومي جربي. والله كان جميل. وده انا كمان ايه ده انا عملت منه في نفس اليوم. يعني انا جربت قلت هجرب التجربة، مش عيب ولا حرام. باظ خلاص، ما بصي يبقى خير وبركة وايه وخير بقى في بيتي. انتي بقى عايزة تتضاعفي الكمية، هتحطي 4 كوبايات دقيق مثلا، هتحطي عليهم كوبايتين مية. حابة تعملي ووريكوا العجينة الناجحة، اما تحطي صباعك كده فيها وتلاقي صباعك نزل. كل ما بتريحي العجينة، انا غطيت العجين كده يا جماعة، ما تسيبوش عريان عشان وشه ما يقشفش ويتقطع مني. وكل ما العجينة بتستريح كل ما بتتفرد معاكي اهو. اللهم بارك اللهم بارك، ولا واحدة اتقطعت مني. بسم الله ما شاء الله يعني، عشان عجينتي حلوة وناجحة. ليه بتحطي دي عليه؟ عشان يسهل عليا عملية الفرد. لو عندك سيراميكا كده لوحدك بورسلين شيليها تنفعك في الزنقات، دي كبيرة كده وكانت نافعاني برص وبعمل عليها. تسلم ايديك يا لولو. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. العيد الكبير بقى تعملي رقاق في بيتك، تعمليه دايما في بيتك لو انت من هواين صينية الرقاق. بصوا عشان لما احط دي عليها ما تلزقش. طب يلا يا علي هتعملي ايه تاني؟ طب انت ما عندكيش فرن هتسوي ازاي؟ لا مش هسوي ازاي، هي دي ينفع برضو، ده انا ما فيش حاجه ايه تصعب عليا. حطيت ايه صينيه الصينيه كده وقلبتها، وعلى نار ايه متوسطه تسخن بس من الصينيه. وبعد كده ايه النار ولا عاليه قوي ولا واطيه قوي، ولا بحط لها ماده دهنيه ولا اي حاجه. كل اللي هحتاجه في الحركات دي للصينيه فوطه. بصوا يا بنات، هحط الرقاقية كده على ظهر الصينية، شايفين ايدي فيها بقى، مش هسيبها تتحرق. اوريكم برضو طريقة التسوية خطوة بخطوة.
بصوا بدأت تطلع اهي بخار، وبدأت تتكرمش كده معايا، معنى كده ان ايه العجينة بتاعتي بتستوي. ما تسرحيش في العجينة وتقولي ايه اللي هي حطيته دوت. بصوا، الله اكبر عليا، تسلم ايديك يا لولو، الله اكبر، لايك بقى لايك لاحلى ايه رقاقة ايه بتستوي. ايديكي كده زي ما انت شايفة كده، يعني ايه ما تغفليش عنها تقولي مثلا اخرج اعمل حاجة اسوي حاجة، لا. في الوقت ده بقى انا بروح افرد تاني، ما انا واقفة معاها في المطبخ، افرد وارجع افرد وارجع. اللهم بارك، طلع كله والله العظيم 3 هتشوفوه كلكم هتنبهروا. بصوا هتبدأ بقى ايه كده، بيبدأ يبقلل العجينة كده، بتبدأ حتت فيها كده تبقلل، تعرفي ان كده العجينة بتاعتك ناجحة ومية مية وانتي بتسوي صح والدنيا فل قوي. اهو انتوا لو واخدين بالكم، بصوا بيبدأ يحصل له زي عملية انتفاخات كده. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى الجمال، الكلام، الجمال عدى الكلام ولا الكلام عدى الجمال. المهم ايه، ان ايه هنا بقى نزلت بايه بواحدة تانية. انا قلت اسوي معاكم ايه كذا واحدة عشان خاطر ايه تشوفوه. بصوا 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 بدأ بقى ايه يديني الوان ازاي ويتنفخ اهو زي ما قلت لكم، ولا بيتكسر ولا اي حاجة. كل اللي بعمله بمسك الصينية كل ما يبقى عليها دي او تبدأ تعمل نقط سودا كده، امسح الصينية بتاعتي عشان تبقى نظيفة. اهو اللي انتوا شايفين بالفوطة بقى كده، واروح مسحة او منديل. الجيش بيقول ايه، اتصرفوا، وانا اتصرفت. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تستخسريش في اختك اللايك والاشتراك في القناة لو انت اول مرة تشوفيني، عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات. وهنا حطيت صينية عشاء، قلت بقى اطلعه كده وافرده عليه عشان ياخد ايه القرمشة الجميلة دي. وهنا كان، بصوا بقى الجمال، هنا كنت خلصت كمية الرقاق بتاعتي، حاجة كده وهمية. ومقرمش وجميل، عسل عسل عسل، ولا بيتحط له زيت ولا سمنة ولا بتسويه بالكلام ده خالص. هو حبة مية ودقيق وحبة ملح. جميل، صدقيني لو عملتيه في بيتك هتحسي بتوفير جامد. شوفي هتجيبي كيلو دقيق بكام وهتعملي بكام. هي دي الوحيدة اللي اتشعفت مني بس شوية، لكن كله كان ماشي زي الفل. واديكوا شايفين بعينيكوا الجمال والحلاوة. قومي بقى كده وبطلي كسل، قومي صنعي الرقاق، اليوم طويل ورمضان كريم. قومي اعمليه كده في البيت واعملي احلى صينية رقاق باللحمة، بالفراخ، بالكبد والقوانص، بالجبن، زي ما تحبي يا ست الكل. كده خلصت كمية الرقاق بتاعتي، ايه رأيكم فيه بقى؟ ما استحقش منكم لايك؟ عايزة الرقاق ده بقى يبقى الترند. يلا اسيبكم في حفظ الله احلى اخوات، ولايكاتكم الحلوة وتعليقاتكم الجميلة على احلى رقاق. كل سنة وانتم طيبين، علينا وعليكم وعلى امة المسلمين اجمعين، ورمضان كريم. احلى اخوات في الدنيا كلها، ينعاد علينا باليمن والبركات يا رب. اسيبكم في حفظ الله، باي باي.